وكما أسلفت الذكر في العناوين، 1,000,000 نخلة في واحات تافلات، برنامج ضخم أطلق قبل 4 أعوام. الحصيلة اليوم هي كالتالي: نحو 300,000 نخلة زرعت في المنطقة، والمجال استقطب أزيد من 50 مستثمرا محليا وأجنبيا. عمر أجري وادريس الكون معهم التفاصيل. إلى تقدم مشروع غرس 1,000,000 نخلة بمنطقة تافلات في أفق 2015. إسماعيل رشيدي مستثمر بالمنطقة انخرط منذ سنة في إنشاء ضيعة على مساحة 25 هكتارا تضم فسائل النخيل من صنف المجهولة، ضيعة بمواصفات عصرية. المنطقة عرفت استقطاب مجموعة من المستثمرين، هذا هو الحافز اللي جعلني أنا نقوم بهذه الضيعة. هذه فيها 3000 نخلة، الأغلبية ديالهم من الصنف المجهول. المشكل الوحيد اللي كنعانيو به هنايا هو الكهرباء. الخط الكهربائي التوتر المتوسط ما وصلش عندنا هنا. وتواكب وزارة الفلاحة هذا المشروع الطموح من خلال دعم وسائل الري العصرية بإعانات قد تصل إلى 80%، وهذا ما أسفر عن 50 استثمارا في المجال بمنطقة الرشيدية. وصلنا في غرس تقريبا ما يناهز 100,000 فسيلة بالضيعات التقليدية، و200,000 بالضيعات العصرية بالتوسعات والتوسعات، حيث أصبح هناك عندنا تقريبا ما يناهز 50 مستثمر، وتغرست تقريبا ما يفوق 2000 هكتار من نخيل. كذلك تم إنجاز إحداث وحدات للتبريد، هناك 7 وحدات المبرمجة. نشير إلى أن مشروع غرس 1,000,000 شجرة نخيل بتافلات الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009 خصصت له استثمارات تفوق 1,500,000,000 درهم، ويهدف إلى رفع الإنتاج من التمور الجيدة إلى 95,000 طن في أفق سنة 2030.